السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال السنة العامة. يعني الواحد دايما متعود يسجل الفيديو ده وهو خلاص السنة بتبقى خلصت أو في آخرها يعني. خلاص يعني بنودع كده السنة اللي بدأناها مع بعض وخلصت على خير الحمد لله، وهتعدي وبإذن الله تعدي كويسة وتعدي من غير مشاكل ومن غير ما يكون حد فيكم عنده مشكلة في أي حاجة. الفيديو ده تسجيله الأساسي أو غرضه الأساسي إن أنا أعرفك إحنا الفترة اللي جاية هنعمل إيه. الفيديو خاص بطلاب جديدة، الفيديو خاص بطلاب قديمة عارفة نظامنا، وطلاب لسه مش عارفة نظامنا، اللي عارف نفكره واللي مش عارف نقول له برضه نقوله جديد. اولا كده احنا الحمد لله بعد كرم ربنا انتهينا من المنهج بتاعنا كله، كل المجاميع بتاعتنا قفلنا منهجنا على خير الحمد لله. والفيديو ده انا بعمله لك عشان خاطر احدد لك واقول لك احنا هنعمل ايه في المراجعه، او المراجعه النهائيه بتاعتنا هتمشي ازاي. اولا محتاج اعرف مكان المراجعه فين، محتاج اعرف يا مستر هتعمل ايه في المراجعه بالظبط، محتاج اعرف تشرح جديد ولا لا، محتاج اعرف الامور هتمشي ازاي من اولها لاخرها، انا هستفيد بايه في المراجعه. اولا كده خليني اعرفك واقول لك ان احنا المراجعه بتاعتنا ان شاء الله هتبدا يوم الاحد اللي جاي على طول بتاريخ 21/3 في سنتر نوليدج في محرم بيه، يوم الاحد الساعه 5. دي كده اول بوينت. البوينت الثانيه المراجعه بتاعتنا فيها ايه؟ المراجعه بتاعتنا ايه اللي هنناقشوا فيها؟ اولا كده المراجعه بتاعتنا ان شاء الله هنقسمها على 7 حصص بالظبط، حسبة شهر ونص وحصه يعني في الرينج ده. طيب مراجعتنا فيها ايه؟ هنعمل ايه في 7 حصص؟ اولا اول حاجه خالص هنمشي بنظام الدبل. ازاي يعني؟ والله همسك في كل حصه هاخد يونت 1 ويونت 2 وشابتر 1 وشابتر 2، وبعدها هحل امتحان شامل على الجزئيه اللي انا شرحتها. طيب مستر حضرتك هتشرح من الاول ولا هنحل بس؟ الحقيقه انا هعمل الاثنين. انا هعتمد ان انت اكتر جاي من خلفيه مش فاكر، ولو كنت مذاكر فانت نسيت، ولو كنت ما خدتش حاجه خالص فبرضه انا بعاملك معامله الطالب البيجانر، الطالب اللي هو لسه بنسمي بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الامور ماشيه ازاي. مش هتقل ظهرك وهتعبك واقول لك وزي ما خدت وزي ما انت ما عارف وهعمل سكيب لنقط كتير، لا، هشرح معاك واحده واحده بشويش، وهتكلم معاك في الهدوء وفي بر البر يعني في البدايه خالص. كل حصه هنناقش 2 يونتس و2 شابترز. هبدا المراجعه بتاعتي من يوم 21/3 وهخلص يوم 2/6. انا كاتب كده قدامي ايه عشان برضو الناس اللي بتحب المواعيد تدون عندها ويبقى كل حاجه واضحه قدامها. 7 حصص بالظبط مراجعه، كل حصه هنمشيها الوحده الاولى والوحده الثانيه، الفصل الاول والفصل الثاني، وهناخد كمان حصص السكيلز. حاطط سكيلز انا في اكتر من حصه بحيث ان انت تطلع واخد السكيلز بتاعتك كلها وخلصها. بفكرك ان السكيلز عليها في الامتحان 6 درجات، احنا محتاجينهم ضروري جدا جدا جدا، بيشكلوا اكتر في 1% ونص، وانا اولى بيهم. 6 درجات بتوع السكيلز دولت انا محتاجهم، هنكون مع بعض ان شاء الله وهنشرحهم كلهم من اولهم لحد الاخر. دي كده كانت الجزء الخاصه بالسكيلز. طيب في ظل المراجعه وفي ظل ما انا باخد الانس وباخد الجرامر وباخد كمان الفوكاب وباخد اهم الموست امبورتنت بوينتس اللي ذكرت في الامتحان كله، انا كنت محتاج ضروري كمان اخد كراسة المفاهيم واخد حاجات مش موجوده في المنهج انت مطالب بيها. انا محتاج اعرف دروس اللي مش عليها في المنهج اللي هي ما خدناهاش في 12 يونتس، هل انت مطالب بيها؟ مستر حضرتك هتشرحها؟ هشرحها. طيب كراسة المفاهيم هتعامل معاها ازاي؟ وهل بيجي منها حاجه في الامتحان اصلا؟ هل ممكن استعين بيها؟ ممكن لا، دي برضه هيكون لها نصيب وهنقوله مع بعضينا. طيب المراجعة هنراجع منين؟ الحقيقة المراجعة لما جيت فكرت شوية حبيت ان انا اشوف مصادر كتير جدا من حوالينا، كتب خارجية كتير وملازم كتير وبنك معرفة مصري ومنصة حصص مصر وغيره. حبيت ان انا اكون المذكرة اللي هنعملها تبقى وافية وشاملة كل ده. كتب الخارجية كتير وكلها متميزة. تيجي تفتح كتاب المعاصر تلاقي الجرامر فيه معروض بشكل كويس، تفتح كتاب جيم تلاقي الفوكاب فيها ممتازة، جيانس اللي هو الزتونة والعمالقة تلاقي فيها ان السكيلز احلى واحلى. طب نعمل ايه؟ نروح للطالب ونقول لكل طالب هات لنا الكتاب ده وهات لنا الكتاب ده وهات لنا الكتاب ده؟ حرام بصراحه، وهتبقى فلوس كتير جدا على الفاضي. طب اعمل لك انا ايه؟ مسكنا مذكرتنا وجمعنا فيها الاجزاء دي كلها في بوكلت واحد او في حاجه واحده. محتاج ان انا يكون عندي من الكل فيلم اغنيه، انا عايز استفيد، انا مش عايز اخد الكتاب واخده بعيبه، انا مش عايز عيوب معايا، انا عايز اخد احسن حاجه، عايز اخد افضل الحاجه، مش عايز يكون عندي عيوب ولا في حاجه ناقصه. لذلك عملنا ايه؟ قررنا ان احنا نجمع مذكره. المذكره بتاعتي ما هي الا عباره عن تجميع امتحاناتي، حاططها انا امتحانات شامله بشكل مذكرتي وطلابي عارفين ده كويس قوي، حتى شكل الورقه وشكل الفريم هتلاقي المذكره سوري، هتلاقي المذكره متقسمه لفريمز مختلفه قوي. من ضمنها الجزء الخاص بالامتحانات اللي موجوده. حطينا تجميع من كتاب جيم ومن كتاب العمالقه وكم حاجه كده صغيره من الزتونه وكم حاجه من المعاصر وسكيلز، حطيناها في قلب البوكلت بتاعي بحيث ان انا ما اقولش للطالب عايز كتاب كذا وعايز كتاب كذا وعايز كتاب كذا وعايز كتاب كذا. الحقيقه كل دوت كله ما حصلش. هم عملنا ايه؟ جمعنا في مذكره واحده حطينا فيها كل التفاصيل دي، والمذكره محطوطه بفهرس ومحطوطه بنظام بحيث ان الجزء الاولاني هتلاقي نفسه حتى الديزاين بتاعه كتاب جيم، وبعدها على طول الكويشنز الاسئله بدل تستس
وهكذا. طيب المذكره محتواها زي ما قلت لك هي بالترتيب كده بحسب ما انا عايز اخدم نفسي في المراجعه. هعمل عندي يونت 1 يونت 2 شابتر 1 شابتر 2 وبعدها نحل تستات كله ورا بعضه بلا استثناء. طب هتعمل ايه في النوفل في القصه؟ الحقيقه القصه انا هقراها مره كمان، مش هقرا الاسئله بس، انا هقرا النوفل تاني. انت ناسي هو ماجوتش هو بروفيس، طب هي ميس هافشم، طب ستيلا بنت ميس هافشم ولا، طب انا ليه اخلي عندك تساؤلات زي ديت؟ طب ما انا اريحك ونعيد نقرا الملخص بتاع التكست مره كمان ونحل عليها واخليك تكتب قدامي عشان تضمن 4 درجات على النوفل. مهم جدا 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 حاجه زي دي. الجرامر هيعيد شرحه تاني مش هحل بس، انا مش عايز اخش من نص الفرح لا اعرف مين اللي بيغني ولا مين اللي موجود، انا عايز اخش الموضوع من الاول. ما تدخلنيش من النص تقول لي دي اهم الاسئله ودي اهم الاسئله وتفضل روح. يا عم اديني الموضوع من بدري شويه. هو لسه في وقت البدري؟ اه والله في وقت، في وقت حتى لو كان الامتحان بكره في وقت برضه. فالجزء ده كله باذن الله هيراعى وهيناقش كله من اوله لاخره، وهعتمد ان احنا بنعمل مراجعه وافيه وكامله من الاول خالص. طيب في بقى 2 بوينتس ناقصين عايزين نتكلم عليهم. العدد بتاعك كبير يا مستر، احنا هنقعد وسط كتير يعني من الناس. الحقيقه احنا عددنا مش كبير خالص، احنا توتال ان شاء الله باذن الله ممكن نكون يعني 30 طالب وطالبه مش اكتر من كده. ده ممكن العدد بتاعنا اللي يكون موجود، فهتحس نفسك قاعد ان شاء الله في جو من الهدوء وجو من التركيز الشديد جدا جدا جدا. طيب نخش على موضوع الميعاد. انا بفكرك تاني ان احنا ميعادنا يوم الاحد 21/3 في سنتر 21/4 سوري في سنتر نوليدج في محرم بيه، يوم الاحد الساعه 5. ده هيكون موافق 21/4. تمام. ديت كده الجزئيه الثانيه اللي حابين ان احنا نتكلم عنها يعني او نقولها. طيب البوكلت بكام والحصه بكام والتفاصيل دي كلها بكام؟ خليني اعرفك اقول لك ان البوكلت الناس اللي معانا من اول السنه احنا بسبب الورق اللي بيغلى والتفاصيل والكلام ده كله يعني والله حاولت قدر الامكان في البوكلت ده ان انا اراعي وان انا كمان اقول مفيش مشكله نشيل من سعر البوكلت شويه مع الطلاب بحيث ان احنا نشيل بعض شويه نتحمل بعض شويه. البوكلت سعره بعد ما احنا جمعنا وغيرنا وشفنا اكتر حاجه ممكن تكون افوردبل شويه، احنا سعر البوكلت بتاع المراجعه بتاعتنا هيكون 160 جنيه. كويس. ده هيكون سعر البوكلت بتاعنا. حاولنا قدر الامكان نشوف سعر كويس ما يتعبش الناس، عشان خاطر احنا بنيجي في الاخر كده بتكون الماده كتير جدا على اولياء اموركم. ربنا يعينهم يا رب جميعا يا رب وترضيهم وتفرحوهم كلكم بمجاميعكم الكويسه المرضيه باذن الله. بس ده كان كل حاجه انا كنت محتاج اقولها كنت في الفويس نوت ده او في الفيديو ده. ان كان حد فيكم عنده اي سؤال الواتساب بتاعي موجود والفيسبوك بتاعي موجود، اتفضل اسال، ورقمي كمان اللي عايز يسال في اي حاجه يتفضل في اي وقت. طلاب جديده مقبول، طلاب مش مذاكره المنهج مقبول، طلاب مذاكره ورس عايزه بس تراجع حاجه بسيطه برضه مقبول. اي حاجه من ديت انا هكون جاهز ليك فيها، هكون مستعد وهكون معاك وهيكون عينيا ليك واقول لك اللي انت عاوزه كله من اوله لحد اخره. ان شاء الله باذن الله نتقابل على خير يوم الاحد الساعه 5 في اول حصه مراجعه، وبالتوفيق ان شاء الله للكل، ونشوفكم من الحد الجاي. مع السلامه.